هذا العمل مش عمل يعني خوت، تستغلوا وقت الحرب، نحولوا الحرب من جهة إلى جهة في لحظات. نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما نديروا. وراني توعدت والجيش راه جاهز. في ليبيا أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة سيطرت بشكل كامل على كامل الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد، مؤكدا أنه بهذا التطور العسكري يكون الجيش الوطني الليبي قد بسط سيطرته على كافة الحدود الليبية باستثناء المناطق المتاخمة للحدود مع تونس. راني أعطيتكم كلمة شرف باللي ما نخلي حتى جزائري في المؤخرة. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. أشنو واقع في الحدود ما بين الجزائر وليبيا؟ وعلاش الجيش الجزائري مرعوب وهرب من الحدود الليبية وخاف من حفتر؟ واش هذا هو الجيش اللي قال تبون وطلب من مصر باش تفتح الحدود ويدخلوا لغزة؟ عبد المجيد تبون كيخاف وما كيحشمش وكيحلف بيمينه وما يخلي حتى شي جزائري حاصل في المؤخرة. ورسميا الجزائر دخلت الحرب في الشرق الاوسط وكتدعم لبنان وحزب الله بالوقود باش يتحاربوا مع اسرائيل من بعد ما داز نهار واحد على التصريحات ديال تبون واللي طلب فيها مصر باش تحل الحدود ويدخل الجيش الجزائري لغزه. حفتر ليبيا عرو فضح الجيش الجزائري اللي بغى يدخل به تبون لغزه، فين غادي يعلن الجيش الليبي البارح بالضبط السيطره ديالو الكامله على الحدود الليبيه الجزائريه وهروب القوات الجزائريه من الحدود مذعوره وخايفه. الجيش الجزائري موالف كيهرب من ياما طريحه العصا اللي كلام عند المغرب في حرب الرمال. المهم اللواء حفتر تبورد على الجيش الجزائري البارح ودابا راه الجزائر معزوله اقليميا، الحدود مع ليبيا مبلعه ومسدوده والحدود مع النيجر ومالي والمغرب مسدوده ومبلعه. الجزائر كتقلب على جوا من جلد. رسميا البارح الجزائر دخلت الحرب في الشرق الاوسط ودعمت حزب الله وصيفطات الوقود للبنان باش تعاونها في الازمه ديال الكهرباء. ايران والجزائر كيدعموا حزب الله باش يجروا لبنان الحرب ويوقع لها موقع لسوريا في الشرق الاوسط. الدبانه ديال الجزائر غادي تبقى تزنزن وتخضر حتى تجيبها في راسها. دخلوا في الامور السياديه ديال مصر وطاولوا على عبد الفتاح السيسي، ودابا بتحريض من ايران الجزائر كتصوت على العافيه باش تجر لبنان الحرب وتشعل العافيه في الشرق الاوسط كامل. ايران راه حالفاتي يولي الشرق الاوسط كامل تحت يديها، دابا راه سيطرات ودارت تحت جناحها العراق وسوريا ولبنان جايه في الطريق. والتصريحات الاخيره اللي قال تبون وضحك عليها كلشي ما كانتش غير تصريحات انتخابيه باش يشد عهده جديده. الجزائر راه دوله حليفه ديال ايران.